اهلا بيكم. لو معاك دلوقتي الايفون 17 او ال 16 او ال 15 برو، فاكيد في اوقات لقيت نفسك بتعمل نفس الحاجه اللي كلنا بنعملها، وبتقعد تقنع نفسك انك هتغير الجهاز للموديل الاحدث، بس بعدها ب5 دقايق بتقنع نفسك بالعكس ان طبعا ملوش لازمه. وكل سنه القرار ده بيبقى اصعب من اللي قبلها، لان ابل كل سنه بتلاقي طريقه جديده تخليك محتار. بس السنه دي مختلفه كتير، ومش بقولها لك كليشيه، لاننا سمعنا الجمله دي مع الايفون 12 وال13 وال14 وال15 وال16 وال17، لكن مع الايفون 18 برو المره دي جايه بمجموعه تحديثات لما تبص عليها كلها مع بعض هتخليك تفكر مرتين قبل ما تشتري اي موبايل دلوقتي. والاغرب ان في ميزه واحده في القايمه دي انا شخصيا ما كنتش متوقعها خالص، هنوصل لها بعد شويه. الوضع ببساطه ان الايفون 18 برو متوقع ينزل في سبتمبر 2026، يعني فاضل عليه اقل من شهر تقريبا. والغريب المرة دي إن التسريبات متطابقة بشكل غريب، فبدل دوشة الإشاعات اللي بنشوفها كل سنة بقى عندنا صورة شبه واضحة من اللي جاي. أنا راجعت تقريبا كل التسريبات الموثوقة والتقارير، وكمان كل المعلومات اللي نشرها مارك جورمان من بلومبرج، واخترت منها الحاجات اللي فعلا هتفرق مع أي شخص بيفكر يدفع $1000 أو أكتر في موبايل جديد. الرقم مش قليل، بس احنا هنا مش هنتكلم عن أرقام على ورقة مواصفات، احنا هنتكلم عن الحاجات اللي هتفرق في الاستخدام الحقيقي. في الفيديو ده هقول لك 10 أسباب، في شوية منهم متوقعين، واحد منهم غريب، وواحد كمان ممكن يضايقك، بس في الآخر الموضوع كله هيبقى لصالحك. ويلا نبدأ بأهم نقطة وهي المعالج، لأن ده أساس كل حاجة. الآيفون 18 برو والماكس هيجي بمعالج أبل A20 الجديد، والمبني بتقنية تصنيع 2 نانومتر من شركة اسمها TSMC. واللي ما يعرفش، الانتقال لدقة 2 نانومتر معناه عدد ترانزستورز أكبر في نفس المساحة، وده بيترجم لأداء أعلى وكفاءة أفضل. والمتوقع في سلسلة ال A20 إنها هتقدم حوالي 15% أداء أسرع، مع تحسين في استهلاك الطاقة بيوصل لحوالي 30%، مقارنة بمعالج ال A19 الموجود في الآيفون 17 دلوقتي. يا سيدي ال 15% الزيادة دي ممكن على الورق تبان مجرد أرقام تسويقية، رقم مش هتحسه في استخدامك اليومي، لكن اللي فعلا يستحق التركيز هو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30%. وده معناه ببساطة إن البطارية هتعيش معاك وقت أطول، من غير ما ابل تضطر تكبر حجم البطاريه او تخلي الموبايل اتقل. ودي بصراحه اذكى طريقه لتحسين عمر البطاريه، حركه حلوه قوي من ابل. وكمان في نقطه تقنيه مهمه، معالج ال A20 هيتم تصنيعه باستخدام تقنيه جديده من TSMC اسمها الويفر ليفل مالتي تشيب موديول. والتقنيه دي ممكن تسمح بدمج الرام على نفس الشريحه اللي فيها المعالج ومعالج الرسوميات ومحرك الذكاء الاصطناعي، بدل ما تكون منفصله زي دلوقتي. طب ايه النتيجه؟ النتيجه يا سيدي هي سرعه اعلى في تشغيل مميزات الابل انتليجنس، وكفاءه افضل في استهلاك الطاقه في نفس الوقت. يعني تطوير المعالج السنه دي مش مجرد ارقام، لكنه هيأثر على كل حاجه تقريبا في الموبايل. اما الميزه اللي جايه فهي بصراحه خلتني راجع الخبر مرتين. في تسريبات بتقول ان ابل ناويه لاول مره تضيف فتحه عدسه متغيره اللي هي الفاريبل ابيتشر في كاميرا الايفون 18 برو، وبالتحديد في الكاميرا الأساسية اللي بدقة 48 ميجا بكسل فيوجن على نسخة البرو والماكس. ولو ده حصل فهيبقى أول آيفون في التاريخ يجي بالميزة دي. ولو بتصور صور أو فيديوهات فصدقني دي نقطة كبيرة قوي ونطة كبيرة قوي، لأن فتحة العدسة المتغيرة بتخليك تتحكم بنفسك في كمية الضوء اللي بتدخل للمستشعر حسب المكان اللي انت بتصور فيه. يعني لو الشمس قوية الفتحة بتاعت العدسة بتصغر، ولو بتصور في مطعم اضاءته ضعيفه مثلا ممكن تفتحها عشان يدخل ضوء اكتر. دلوقتي كاميرا الايفون الاساسيه فتحه عدستها ثابته، يعني الموبايل هو اللي بياخد القرار بدالك. وده واحد من اكبر الفروق اللي كانت دايما موجوده بين كاميرا الايفون والكاميرات الاحترافيه. ولو التسريبات دي طلعت صح فابل اخيرا ممكن تكون بدات تقفل الفجوه دي فعلا. وبما اننا بنتكلم عن الكاميرات ففي كمان تسريب بيقول ان سامسونج شغاله على مستشعر جديد للايفون 18 بتقنيه اسمها البي دي تي ار لوجيك، وده مستشعر مكون من 3 طبقات مكدسة، وده من المفترض انه يحسن سرعة استجابة الكاميرا ويقلل التشويش في الصورة، وكمان يزود الدايناميك رينج، يعني تفاصيل افضل في الاماكن المنورة والضلمة في نفس الصورة. ومن سنين سوني هي المورد الوحيد لمستشعرات كاميرات الايفون، فلو سامسونج دخلت فعلا في سلسلة التوريد فدي هتبقى نقطة كبيرة بالنسبة لكاميرات الايفون. وفي حاجتين مهمين قوي هنا، اولا وجود منافسه بين الموردين غالبا بيطلع منتج احسن للمستخدم في الاخر، وثانيا ان سامسونج اصلا بتصنع مستشعرات موجوده في افضل كاميرات موبايلات الاندرويد حاليا. فلو المستشعر الجديد قدم الاداء اللي التسريبات بتتكلم عنه فممكن كاميرا الايفون 18 تبقى اكبر تطور حصل في جوده التصوير من فتره طويله قوي. وده بصراحه نوع التطوير اللي ارقام المواصفات لوحدها مش هتقدر تعبر عنه.
نيجي بقى الميزة شكلها بسيطة لكنها هتغير واجهة الايفون. التسريبات بتقول ان ابل هتقلل جزء من نظام الفيس اي دي، وتحديدا الفلود اليمينيتور تحت الشاشة في الايفون 18 برو، وده هيسمح ان الدايناميك ايلاند تبقى اصغر بشكل كبير. واغلب المسربين متفقين على نفس السيناريو. الكاميرا الامامية هتفضل في فتحة صغيرة على شكل كبسولة كده في نص الشاشة، لكن بعض مكونات الفيس اي دي هتستخبى تحت الشاشه. يعني موضوع ان الفيس اي دي هيكون تحت الشاشه بالكامل لسه مش هنشوفه السنه دي. دلوقتي بقى نيجي للميزه اللي اتكلمت عنها في اول الفيديو. الميزه اللي اول ما قريتها حسيتها كانها جايه من فيلم خيال علمي. ابل متوقع انها تقدم الجيل الجديد من المودم السي 2، وده هيكون تطور للمودم السي 1 الحالي. ومن المتوقع انه هيقدم اداء اقرب بكتير للمودمات الكوالكوم اللي ابل بتحاول تستغنى عنها. السي 1 اثبت بالفعل مع الايفون اير ان ابل بتقدر تعمل مودم منافس بجد. اما السي 2 فهيكون قفزه نوعيه، اتصال افضل واداره طاقه احسن وتكامل اعمق مع معالج ال A20. بس استنى، الجزء المجنون لسه ما جاش، لان التسريبات بتقول ان مودم السي 2 ممكن يدعم اتصال 5G عبر الاقمار الصناعيه. ومش بتكلم هنا عن ميزه الامرجنسي SOS اللي موجوده دلوقتي، لا، احنا بنتكلم عن انترنت حقيقي عبر الاقمار الصناعيه. يعني لو مفيش اي شبكه موبايل في المكان اللي انت فيه، الايفون يقدر يوصلك بالانترنت من خلال الاقمار الصناعيه. وكمان ابل بتخطط انها تفتح الميزه دي لتطبيقات المطورين، يعني التطبيقات الخارجيه تقدر تستفيد منها كمان. وحتى تطبيقات زي ابل مابس وفوتوز ممكن تشتغل من خلال الاتصال الفضائي. خليني ابسطها لك. تخيل انك واقف في مكان ما فيهوش ولا برج شبكه واحد، ومع ذلك تقدر تفتح تطبيقاتك وتتصل بالانترنت. دي مش حركه استعراضيه، دي بنيه تحتيه جديده بالكامل. اما بالنسبه للشاشه فمن المتوقع ان ايفون 18 برو يجي بشاشه LTPO بلس الجديده، والنوع ده من الشاشات بيستهلك طاقة أقل، وده معناه عمر بطارية أفضل. ولما تجمع ده مع التحسين الكبير في كفاءة المعالج ال A20، فاحنا غالبا قدام أكتر ايفون برو موفر للطاقة عملته أبل لحد النهاردة. طبعا ما اقدرش اقول لك ان البطارية هتعيش قد ايه بالارقام، لان لسه محدش جرب الجهاز بشكل فعلي، لكن كل المؤشرات بتقول اننا رايحين في الاتجاه الصح. نيجي بقى لتغيير صغير لكنه بصراحة غريب شوية. ابل متوقع انها تبسط تصميم زرار التحكم في الكاميرا الموجود في الايفون 18. الزرار الحالي بيعتمد على مستشعرات لمس كاباسيتيف، وكمان مستشعرات ضغط بريشر سنسورز. لكن مع الايفون 18 ابل غالبا هتشيل طبقه اللمس دي، وهتخلي الزرار بيعتمد على استشعار الضغط بس. وده مش معناه ان الزرار هيبقى بامكانيات اقل. السبب الحقيقي هو تقليل التكلفه، لان النظام الحالي حسب التسريبات مكلف جدا في التصنيع، وكمان بيتسبب في اصلاحات كتير بعد البيع، بيبوظ يعني باختصار ابل عملت زرار معقد وغالي، وبعدين اكتشفت انه بيكلفها فلوس كتير في الصيانه، فقررت تعمله بشكل ابسط واكتر اعتماديه. وده مش عيب على فكره، ابل دايما بتعمل الحركه دي. ممكن تعتبرها هندسه ذكيه او تعتبرها اعتراف غير مباشر ان التصميم الاولاني ما كانش مثالي في كل الاحوال. المفروض الزرار الجديد ده هيبقى ثباته اكبر واقل عرضه انه يبدا يشتغل لوحده، او تظهر فيه مشاكل بعد كام شهر من الاستخدام. اما من ناحيه التصميم فما تتوقعش ثوره. الايفون 18 برو هيحتفظ تقريبا بنفس شكل ال 17 برو، نفس بروز الكاميرات، نفس ترتيب العدسات الثلاثيه على شكل مثلث. لكن في تغيير بسيط متوقع. ابل ممكن تستغنى عن شكل اللونين اللي موجودين على ظهر الايفون 17 برو، وتروح لتصميم كل لون واحد. ولو شفت بعض الوان الايفون 17 برو فانت اكيد عارف ان موضوع اللونين ده حصل عليه جدل كتير. كمان في فبراير 26 مارك جورمان من بلومبرج قال ان ابل بتختبر لون احمر غامق جديد اسمه التشيري ريد. وكمان في اشاعات ان في الوان زي البنفسجي والبني، لكن جورمان شايف ان ممكن يكونوا مجرد درجات مختلفه. اما النقطه اللي جايه فهي مش مجرد ميزه جديده، دي ممكن تكون تغيير في استراتيجيه ابل نفسها. في تقارير بتقول ان ابل ناويه تغير طريقه اطلاق الايفونات، وتبدا تعتمد على اطلاق مرحلتين جداد تماما من سلسله الايفون 18. المرحله الاولى هتكون في سبتمبر 26، وهينزل فيها الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس والايفون فولد او الالترا، سميه زي ما تسميه. اما الايفون 18 العادي والايفون 18 اي فمن المتوقع ان هم ينزلوا في 2027، وده معناه ان كل الايفونات اللي هتنزل في سبتمبر 26 هيكون سعرها $999 فاكتر. وده بيوصل رسالة واضحة جدا. السنة دي مركزة بكل قوتها على فئة البريميوم. سلسلة البرو هي اللي هتاخد كل الدعاية وكل الحملات التسويقية، وكمان موسم المبيعات الأقوى في آخر السنة. يعني لو كنت ناوي تشتري الايفون برو فابل عايزة السنة دي تبقى هي السنة اللي تقنعك تعمل التحديث اللي انت عايزه. اما اخر سبب ان كل موديلات الايفون 18 متوقع تيجي بكاميرا امامية جديدة بدقة 24 ميجا بكسل بدل ال 18 ميجا بكسل اللي موجودة دلوقتي. وبالنسبة لمعظم الناس ده معناه سيلفي أحسن وجودة أعلى في مكالمات الفيس تايم. ولو بتصور محتوى بالموبايل
فاخيرا الكاميرا الاماميه هتحس انها بمستوى جهاز سعره فعلا $1000، لان بصراحه الكاميرا الاماميه كانت دايما هي المواصفه اللي الناس بتستناها، لكن السنه دي واضح انها اخذت اهتمام اكبر بكتير وابل خدت بالها منها. وفي النهايه انا شايف ان انت لو معاك ايفون 15 برو او اي موديل اقدم وكنت مأجل الابجريد وقرار الشراء، فالايفون 18 برو شكله هيكون اقوى سبب ان انت تعمل ابجريد. لما تبص على كل اللي اتسرب، كاميرا بفتحه عدسه متغيره، معالج 2 نانومتر، احتمال وجود انترنت فضائي حقيقي هيشتغل عبر الاقمار الصناعيه، اصغر دايناميك ايلاند موجود الى الان على اي جهاز ايفون، مستشعر كاميرا جديد، وتصميم انظف واشيك بكتير. دي مش مجرد شويه تحسينات بسيطه مكتوبه على ورقه مواصفات، دي مجموعه تغييرات لو طلعت كلها صح هتخلي الايفون 18 برو واحد من اهم تحديثات الايفون في اخر كام سنه. اما لو انت لسه شاري الايفون 17 برو فما تقلقش، خليك عليه، لان الترقيه الايفون 18 برو بعد سنه واحده غالبا مش هتستاهل الخساره اللي انت هتخسرها في اعاده بيع جهازك. لكن لو انت معاك جهاز اقدم ومحتار دلوقتي تشتري الايفون 17 برو ولا تستنى ال 18 برو، فانا رايي طبعا تستنى. احنا بنتكلم بس عن شهر واحد، هتستنى شهر والفرق المتوقع بين الجهازين كبير قوي. ميزه الاقمار الصناعيه دي لو اشتغلت هتكون طفره. وفي النهايه يا ريت اعرف رايك، هتشتري الجهاز الجديد وتستناه ولا الموضوع مش مستاهل؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتتابعوني، ويا ريت تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان اكيد فيها حاجات كتيره هتفيدكم. شكرا جزيلا وسلام.